Koronavirüsanu çawa belav dibe û em ê xwe çawa biparêzin. COVID-19 nexweşiyekê vegire ku mirov cara yekem pê dihesin. Sedema wî jî koronavirüsa nû ye. Dema mirovên bi virüsketî diaxivin, dikuxin, an jî dipişkin, dilop ji devê wan dertên. û ev virüs jî piranî bi vî avayî derbasê mirovên din dibe. Ev dilop dikarin li dev an jî pozê mirovên derdorê bikevin. Ev dilop dikarin nêzî mîtroyekê biçin û xwezûka bi ser tiştan ve bizeliqînin. Virüs li ser tiştan dikare heta kengê bî jî nayezanîn. Ji ber vê jî divê mirov derdora xwe û ciyên ku mirovên bi virüs ketî hene bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan û dibe ku virüs li ser van tiştan hebin. Ji ber vê jî divê em destê xwe nedin çav, poz, an jî devê xwe. Ji ber ku destên qirêj dikarin virüsê derbasî laşê me bikin. Dema em dikuxin, an jî dipişkin, divê em enîşka xwe an jî desmalekê bidin ber poz, an jî devê xwe. Heke desmal bê bikar anîn, divê em vê desmalê zûka bavê jin çoptan keke devgirtî. Heke em bixwazin pêşî li belavbûna virüsê bigirin, divê em di rojekî de gelek caran destê xwe bi sabûn û av, an jî bi dezenfektan bişon. Destşûştin wê virüsê ji destê me bibe. Li xwe miqate bin û pêşî li belavbûna koronavirüsa nû bigirin. Rêxistina tenduristiya cîhanê. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكن، أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من قامشلو. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا من إعداد وتقديم عماد خلف. رح أكون معكم أنا والدكتور سعد حسو، اختصاص بأمراض الصدرية، للحديث وتتمة الحديث عن فيروس كوفيد 19 أو كورونا وآخر مستجداته. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور سعد حسو، طبعا معنا عبر الاتصال ضمن الإجراءات الاحترازية. اضطرينا لأنه ما نخلي مثلا ضيوف يحضروا ضمن الاستديو. أهلا وسهلا فيك دكتور سعد، يسعد مساك. هلا بكم، مساء الخير دكتور. بداية لو تحدثنا عن هذا الوباء اللي انتشر أو الجائحة العالمية اللي معظم الدول العالم تعرف شو هي، يا ترى شو سبب انتشاره السريع ومدى خطورته؟ هو معروف انه الفيروس هذا طبعا كان غير حي. مجرد ما يوصل لجسم الانسان لبعض معين من الخلايا الجسم يبدأ بالتكاثر بالملايين خلال دقائق ساعات. هذا المرض يقال او يذكر بانه انتقل من كائن حيوان الى الانسان في ووهان، ومنه انتقل من ذاك المريض إلى البشر الذين حوله، مع العلم أنه هذا ما كان ينتقل من إنسان لإنسان، إنما هو آفة خاصة بالحيوانات، وإذا أصابت البشر تكون على شكل أعراض تنفسية علوية، يعني زكام كالزكام. تماما. تغير في طفرته، تم لعب بموروثته من قبل علماء البشر، يعني أحد الأسباب أدى إلى أن هذا يصبح عدوانيا بحيث ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، وهذه هي اللي جعلت هذا الأمر ينتشر بشكل رهيب، خاصة أنه كان هناك إهمال من قبل كثير من الحكومات. عندما انتشر المرض في الصين لم تغلق تلك الحكومات أبوابها ومطاراتها وموانئها في وجه الدول. الصين حصرا لم تغلق أمام وجههم، فانتقلت إليهم هذه السرعة الغريبة. تماما.
الشديدة طبعا. دكتور سعد، باعتباركم اختصاص صدرية وأغلب هذا الفيروس عم يستقر بالصدر، والأذية العضو الأكثر تضررا هو الصدر، يا ترى خلينا نرجع شوي على الفيروسات اللي قديما كان بنسمع بفيروس ما أنه هذا الفيروس عمره يومين أو كذا ساعة أو بالأيام وكان ينتهي. ليش هذا الفيروس بالذات بيطول مثلا فترة حضانته من أسبوع إلى 14 يوم؟ لا، هو المسألة كيف صايرة من 14 إلى هناك تغير في موجته. هو عبارة عن جزيء صبغي RNA يسمى، محاط بطبقة من البروتين والشحم تحميه. المسألة كيف صارت؟ أغلب الفيروسات لها أعمار محددة في الأماكن اللي هي موجودة فيها. مثلا إذا أتينا على هذا الفيروس على اليد دقائق، على الثياب ل 12 ساعة، على المواد الصلبة ممكن من 3 إلى 5 أيام، على البلاستيك ممكن ل 9 أيام. المسألة هو طبيعة هذا المرض أنه عنده فترة حضانة من يومين إلى أسبوع. نأتي إلى الإنفلونزا، كل فيروس له طبيعة خاصة فيه، يختلف مثل ما هو كالبكتيريا كالجراثيم، كل واحد له ميزة خاصة فيه. تماما. الإنفلونزا ممكن من ساعة تظهر الأعراض إلى 7 أيام، قد تكون بشكل مفاجئ. هذا لا، ما بين يومين إلى 14 يوم يكون في فترة حضانة على جسم المريض الحامل له احنا نسميه. خلال هذه الفترة يبدأ ب إظهار أعراض على هذا الحامل له، ويؤدي إما إلى إصابة تنفسية علوية أو إلى سفلية أو إصابة دماغية التهاب سحايا أو قلبية أو كلوية. تماما. دكتور، برأيكم مين هن الأكثر عرضة لحمل هالفيروس أو أنه يكونوا هن يعني بيكونوا عرضة للإصابة بهذا الفيروسات كفئات عمرية؟ هو الإنسان ليس له علاقة كإصابة ليس له علاقة بالعمر، إنما بالاختلاط. تماما. يعني أنا إنسان صحيح الجسم، اختلطت مع الشخص، خاصة الأطباء يعني العناصر الصحة، بحكم عملهم يختلطون بالمرضى. مجرد الاختلاط بهذا قد ينتقل العدوى إليه، خاصة إذا كانت المسافة أقل من 2 أو متر، وبالتالي بعد فترة من يومين إلى 14 يوم تظهر عليه أعراض. أما كالشدة إنه هو الذي تكون عنده الأعراض أشد أو خطورة هذا المرض عند من الناس، فهو الذين يتجاوز أعمارهم 65 عاما، والناس الذين لديهم أمراض مزمنة مضاعفة للمناعة كالسكري وأمراض القلب والرئة والكلية. هذه الأمراض تنهك المريض مزمنة، فإذا تعرض هذا الفيروس تكون عواقب عليه وخيمة في أغلب الأوقات. تمام. دكتور، سؤال آخر، الإجراءات الاحترازية أو الأولية واللي يمكن أنه اتخاذها في حال الاشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العائلة، شو هي الإجراءات اللي لازم الواحد يتخذها؟ العزل ثم العزل ثم العزل. حتى ضمن البيت أول شيء نبدأ يفضل حتى بالبيت أن يتم عزله. إذا أنت شكيت في شخص مصاب حاليا على مستوى القريب، إذا أصبت بأعراض سعال، حرارة، ألم بلعوم، ضائقة صدرية، اجلس في غرفة لحالك وكن بعيدا عن أهلك تماما لمدة 14 يوم. حتى لو لم تكن كورونا، حتى لو لا توجد قصة اتصال مع مرضى كانوا من الخارج جاءوا إليك، أو أنت كنت مسافرا في بلد ما وأتيت، العزل والنظافة الشخصية ونظافة البيت ضرورية. هذا يخفف من والمسافة لازم تكون مسافة متر إلى مترين، ويفضل مترين. تماما. الأدوات الشخصية للمريض يجب أن تكون له خاصة، وتنظيفها تكون بطريقة معينة. تماما. دكتور، هلا في بعض الناس عم يسألوا، يا ترى موضوع النظافة الشخصية بيحميني انه حتى اذا كون لامست شخص او قربت من شخص كان مصاب او انتقلت العدوى الي بالملامسة، موضوع النظافة بيقضي على هذا الفيروس ولا لا؟ طبعا. هو انا بس اقول لك شغله، الفيروس ينتقل عن طريق العين، عن طريق الانف، عن طريق الفم. فاذا لم يصل رذاذ المريض اليك بسبب استعاله او غطاسه الى هذه
المداخل الثلاثة إلى الجسم أن تصاب به. تماما. إذا لمست جسم ما صلب أو قطعة بالبيت وكانت فيها عليها رذاذ هذا المريض، لمسته ثم مسحت عينك أو أنفك أو فمك، انتقلت العدوى إليك. تماما. لو تنظر إلى هذه الآلية خطها تكون كيف؟ بالنظافة. تماما. يعني أنت أتيت عددت نقود مثلا، تاجر عددت نقود، يجب بعد عدها تغسل يديك. تماما. صافحت شخص ما، يجب أن تصبح عادة غسل اليد. ضروري غسل اليد بالماء والصابون. الوجه بالماء والصابون، لكن أهم شيء انتبه على أن تلمس عينيك فمك وأنفك. هذا ضروري أن يكون بعيدين عنك. هو لا ينتقل عن طريق الجلد تماما ولا الجروح، إنما ينتقل عن طريق هذه الثلاث مداخل. دكتور، المواد القلوية مثل المنظفات، النظافة الشخصية ضرورية جدا جدا جدا. تمام. المواد القلوية مثل المنظفات، الصابون، أيوة. والباقي المنظفات، شو بتعمل بتركيبة هالفيروس هذا؟ هلا هو عبارة عن مادة، قلنا عبارة عن صبغي شريط RNA نوعه هو، تماما، محاط بمادة دهنية شحمية بروتينية. إذا أنت أتيت بمادة حمضية وليست قلوية، حمضية كالكلور أو كالكحول وحطها بها، سترى بأنها ستحلل المادة الدهن وبالتالي تقضي عليها. تماما. لن تكون معدية بعد ذلك، فتتفكك. تماما. هذه الآلية. تماما. حمض كلور الماء الآن مشاع في كل أنحاء العالم، يمددونه ثم يغسلون بها الشوارع وأسطح المواد الصلبة، مقابض الباب، المناضي، الكراسي، الطاولات، بكل مكان ترى الكلور الممدد بالماء هو ضروري. هو الأساس. الصابون كذلك له تأثير، يفكك من المادة الدهنية ويعرض المادة الصبغية الموجودة أو الRNA للتفتت، وبالتالي يفقد الفيروس على قدرته على الأمراض. تماما. دكتور، المواطنين اللي هلا عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا، طبعا عم نسمعكم بشكل جيد دكتور صوتكم بمنطقتنا، يا ترى تم تسجيل أي حالات أو شك بالإصابة بهذا الفيروس؟ إلى الآن بشكل رسمي لا يوجد. تماما. ولكن لنتحدث بصراحة، من الشهر الأول إلى الآن هناك أعراض تشبه تلك الأعراض فيما بيننا، وعندنا مرضى صار معهم ذات رئة ثنائية الجانب. تماما. ومرضى توفوا رحمهم الله، والعالم كلها سمعت بها. أغلبهم لما سنقوم يتوفوا إلى الشام إجراء هذه التحاليل لهم، تحاليل PCR الخاص به والرابيد تيست كانت سلبية. هو فيروس الإنفلونزا. يعني أغلب المرضى اللي احنا شفناهم هون بالقرامشتي بالجزيرة لا أعراضها صحيح تشبه أعراض الكورونا، ولكن التحاليل والصور الشعاعية لا تشبهها تماما، تنفي يعني تلك الميزة التي تتميز بها الكورونا في أوروبا وفي الصين. لا، لم نجدها هنا في هذا البلد من ناحية التصوير الشعاعي ولا من ناحية التحاليل. تماما. دكتور ساعة حسه اختصاصي بأمراض الصدرية، يا ترى ما مدى صحة المعلومات اللي تفيد أنه في وجود علاج في بعض الدول للفيروس الكورونا؟ يا ترى ما مدى صحة هالخبر هذا؟ نعم. نحن في عنا شيء اسمه بروتوكول علاجي. تماما. صار في تواصل ما بين رابطة الأمراض الصدرية الموجودة في دمشق ومع أطباء مجموعة أطباء بالصين. وتقريبا من 20 شهر طرحت عدة بروتوكولات علاجية. نعم. في بعض هذه البروتوكولات تم تطبيقها بالشام بدمشق والأسد الجامعي وبالتشريم وبالنفيس بأدوية متوفرة وهي بمتناول أيدينا، وكانت النتائج جيدة إيجابية جيدة، ولكن لم تكن رسمية على مستوى عالمي. منذ يومين أعلنت فرنسا وأمريكا وحتى مصر أن هناك هذا العلاج الذي كان يطبق بالشام وبالهند وبالصين، فرنسا بدأت تطبقه والنتائج كانت قوية جدا. 100% يزول الفيروس بعد 5 أيام، 3 إلى 5 أيام
بتطبيق هذا العلاج على المرضى الحرجين وليس على المرضى اللي معه رشحة عادية. تماما. على المرضى العناية تم تطبيق هذا العلاج وكانت النتائج جيدة جدا. بحوالي 80 إلى أكثر من 80% الفيروس تم القضاء عليه في الجسم ولم يعد يكتشف في جسم الإنسان عن طريق الPCR بعد 3 إلى 5 أيام. تماما. وهذه النتائج تبشر بالخير إن شاء الله. أكيد. وبدأ تطبيق هذا الكورس، هذا البروتوكول بالشام، ولدينا هنا في القامشلي في الجزيرة إن شاء الله البروتوكول جاهز والأدوية متوفرة، ولكن ليس بتلك الكثرة، متوفرة. وفي شركة وطنية بالشام ستبدأ بإنتاجه خلال الأشهر، لازم الشهر القادم لازم يكون هذا الدواء متوفر في كافة مناطق سوريا إن شاء الله. ما نحتاج لهذا الدواء إن شاء الله. دكتور، لو تحكوا لنا شوي عن موضوع الحجر الصحي، ومن شوي ذكرته لكن مشان نسلط الضوء لحتى نفهم حالنا نحن اللي هلا عم نقوم فيه، ولكل المستمعين لحتى يستفادوا. انه كثير من العالم عم يسألوا يا ترى شو رح نستفيد اذا قعدنا بالبيت موضوع الحجر الصحي، عن شو رح يغنيك، وشو رح تستفيد انت كشخص ايجابيته على اللي حواليك. هو هلا انا بدي اتي لك بالقصه من بدايتها. تماما. الصين انتشر فيها المرض. أوروبا أهملت هذه المسألة واستهانت بها وأبقت مطاراتها كما قلت لكم. نعم. وموانئها وممراتها البرية مفتوحة أمام وحركة السياحة الشرقية. نعم. أدى ذلك إلى انتشار المرض بشكل رهيب في فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا ومرعب. ولو تنظر إلى أساس المرض ستلاحظ بأنه كان مهاجرا من الصين أو من مناطق ما حول الصين التي أصيبت أو إيران. نعم. تأتي إلى دول إلى الآن. البارحة قرأت عن 22 دولة لم يصل إليها الفيروس. تماما. ولم يصاب، ومع العلم أنهم دوما يجرون مسح كامل على الناس. لم يصاب، لم يعلن عن إصابة أي واحد من قطاع منظمة الصحة العالمية هذه. ما السبب؟ من ضمنها طاجكستان، تركمانستان، اليمن، جنوب السودان، جوبا. السبب في ذلك مجرد ما بالصين صار هذا الأمر أعلنوا إغلاق موانئهم ومطاراتهم بنفس الشهر، بالشهر الأول تقريبا. تماما. الشهر الأول أغلقوها ومنعوا، ما عندهم الإمكانيات يصرفوا الأدوية على هيك الناس. بالضبط. نعم. وأعداد السكان في اليمن لا يوجد، في اليمن إلى الآن لا يوجد في اليمن. نعم. حروب، وهذه قد يكون حروب هي التي فادتهم. نعم. نسبة المرضى في هذه البلاد 0. بالضبط. عندما تنظر إلى الشام في دمشق، لدينا حرب نحن في سوريا. ما الذي جعل دمشق تظهر خالية؟ بعض الحالات هناك دخول أهلنا وأخواننا من لبنان إلى هنا ومن إيران ومن العراق إلى بلادنا أدى إلى ذلك. لو أغلقت الأبواب عليهم ومنعنا هؤلاء من الدخول لما انتقل المرض. مرض غريب عنا. نعم. فكيف شيء غريب عنا وغير موجود ينتشر لدينا لم يكن هناك له مصدر؟ بالتالي من هنا انطلقت. نغلق الأبواب مبدئيا. في حال تجاوز الأمر وأصيبت أحد المناطق يجب إغلاق ما بين المناطق. يعني ما بين القامشلي وعمودة، ما بين عمودة والدرباسية، يجب أن نغلق كل هذه الأمور. إن أصيبت منطقة في القامشلي، حارة بالقامشلي مثلا، يجب محاصرة تلك الحارة لمدة 14 ومنع دخول الناس إليها أو خروج منها تماما حتى لا ينتشر المرض. هذه الطريقة طبقوها الصين وروسيا حاليا في طريقة تطبيق عليها في موسكو، وأمريكا نفس الوضع في نيويورك بدأوا يطبقوها. نعم. تمام. ولو لم تكن مفيدة هذه ولها فعالية قوية في درء هذا الوباء ما كان يطبقها في العالم بأكمله. تماما. نعم. دكتور، موضوع الحجر الصحي عرفناه طبعا هو السؤال قبل الأخير. يا ترى الإجراءات الاحترازية اللي لازم يتخذوها بخصوص هذا الفيروس، فيروس كورونا، واللي طبعا على مستوى البلد مثل ما تفضلتوا من شوي، بين مدينة ومدينة، مدينة كبرى أو النواحي أو القرى، فشو هي الإجراءات الاحترازية أنتم كأطباء؟ هذا التعليمات بتنطلق من عندكم للجهات المعنية، يا ترى شو هي؟
الآن بعد ما وصل الفيروس إلى دمشق قد لاحظت أن توقعت أن وزارة الصحة أعطت بأنه لابد من إغلاق كافة الطرق بين المحافظات. نعم. أتوقع أنك سمعت بهذا الأمر. نعم. يعني حاليا الإجراءات مشددة ضمن حدود ضيقة جدا، إلا حالات إسعافية وضرورية قد يكون الذهاب من مدينة لمدينة أخرى بسبب وجود البؤرة تشكلت في دمشق. تماما. فهذه توصيات الأطباء طبعا فيها يعني وزارة الصحة هي التي تقوم بنشر هذه، ووزارة الداخلية ووزارات الأخرى تقوم بهذا العمل لتطبيق هذه التوصيات التي تقوم بها وزارة الصحة. تماما. دكتور بختام الآن الحلقة إذا وصلت إلى مدينة ما لن تنتشر إلى المدينة بأكملها، ستنتشر ضمن أي واحد ضمن قرية واحدة لابد من محاصرتها وإجراء تطبيق حظر عليها لمدة 14 يوما. نعم. بختام الحلقة بعض النصائح. هناك تنسيق بين كافة الجهات. تفضل دكتور. تمام. تفضل دكتور. بإمكانك. انتهيت ما قلت. هناك تنسيق طبعا بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكافة حتى في الدول الأجنبية الصحة. هناك تنسيق بين وزارة الصحة والجيش وزارة الدفاع. حلو. يعني هناك تنسيق بين هذه الأطراف لتطبيق هذا القانون، وضروري أن يكون الشعب والناس واعيين لهذا الأمر. أكيد. العلاج الوحيد الناجع هو الجلوس في البيت. نعم تماما. وعدم الخروج منه خلال الأيام القادمة. هذه هي حاليا العلاج الوقائي هو الأساس. أكيد. دكتور بختام الحلقة قبل ما نشكركم طبعا نشكركم أخذتوا قصة من وقتكم أيضا لاستفادة المواطنين والمستمعين. بعض النصائح والتوصيات للمتابعين للي هلأ عم يسمعونا من طبيب اختصاص صدرية وهو يعني المعني بالأمر، فبتمنى الكل منا وجر بنلتزم بهذا هي التعليمات اللي أنتم رح تخبرونا إياها. أولا البقاء في البيت قدر الإمكان. النظافة الشخصية ضرورية. نظافة البيت ضرورية. عندنا خروج من البيت والعودة إليها، نظافة اليد، نظافة الرجل، القدم، كل هذه ضرورية لباس ينتبهوا له. ثالثا إذا تعرضوا لأعراض شبيهة بذلك الجلوس في الغرفة لحاله، التركيز على السوائل الدافئة وعلى التغذية الجيدة. لا تأخذ أدوية زائدة عن حدها، كورتيزونات ممنوع، مضادات التهاب السريرية ممنوعة، صادات من ضمن الأزيثروميسين ضروري، فيتامين سي أكثر منه، ستامول كخفض حرارة أكثر منه. أكثر من هكذا أمر حاليا العمومية طبعا. نعم. هذه هي التوصيات. ليكون بعلمك لا داعي أن تخاف، لأن الخوف ينقص المناعة أكثر. أكيد. المرض مثل القريب مثل أي شيء ثاني 80 إلى 90% غير مخيف. نعم. يعني ممكن تصاب فيه وأنت ما انك حاسس فيه، وتطيب وتعدي غيرك وأنت لسه ما تعرف أنت مصاب فيه. 80 إلى 90% مرض خفيف. 10% يكون مرض متوسط إلى شديد. 5% منهم يدخل العناية. 3 من هذول الجماعة بالمية ينتقل إلى رحمة الله، وهذا أخف شيء. نعم. يعني 3% ما مبالغ فيه وفي خوف ورعب منه. في أمراض تقتل الناس، حوادث السير تقتل الناس أكثر من هذه النسبة. نعم أكيد. الحروب التي حصلت في العالم قتلت في الناس أكثر من هذه النسبة. نعم. فلا داعي للخوف الشديد الذي يقصر المناعة، ولا داعي للاستهتار بهذا المرض. أكيد. التوازن في الأمور، الوسطية أمر جيد جدا. توصية كل الحكومات وكل وزارات الصحة في العالم أنه على الناس أن تبقى ملتزمة في بيوتها ضروري خلال الفترة هذه. شكرا كثير دكتور سعد حسو، اختصاصي بالأمراض الصدرية، على المداخلة. بضلوا بخير وسلام. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. بنهاية الحلقة بتشكركم كثير مستمعينا ومتابعينا اللي كنتوا عم تسمعونا هلا. وصلنا لختام الحلقة. بشكر زميليني أفان جمعة وأرينو بالو على الكنترول وعلى البث المباشر. تضلوا بخير وسلامة مثل ما الأطباء والجهات المعنية بنتمنى نحن نكون ملتزمين ببيتنا. الالتزام بالبيت هو الخطوة الأولى والأنجح. وتضلوا بخير وسلامة الحلقة الجاية. كورونا فيروس هنو چاوا بلاو دبه و ام خو چاوا بپارێزن. کووید-19 نخوشیەکێ vegire ku mirov cara yekem pêdihestin. Sedema wî jî koronavîrusa nû ye. Dema mirovên bi vîrus ketî diaxivin, dikuxin, an jî dipişkin, dilop ji devê wan dertên. û ev vîrus jî piranî bi vî avayî derbasê mirovên din dibe. Ev dilop dikarin li dev
an jî pozê mirovên derdorê bikevin. Ev dilop dikarin nêzî mîtroyekê biçin û xwezûka bi ser tiştan ve bizeliqînin. Vîrus li ser tiştan dikare heta kengê bijî nayezanîn. Ji ber vê jî divê mirov derdora xwe û ciyên ku mirovên bi vîrus ketî hene bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan û dibe ku vîrus li ser van tiştan hebin. Ji ber vê jî divê em destê xwe nedin çav, poz, an jî devê xwe. Ji ber ku destên qirêj dikarin vîrusê derbasî laşê me bikin. Dema em dikoxin, an jî dipişkin, divê em enîşka xwe an jî desmalekê bidin ber poz, an jî devê xwe. Heke desmal bê bikar anîn, divê em vê desmalê zûka bavê jin çoktan keke devgirtî. Heke em bixwazin pêşî li belavbûna vîrusê bigirin, divê em di rojekî de gelek caran destê xwe bi sabûn û av, an jî bi dezenfektan bişon. Destşûştin wê vîrusê ji destê me bibe. Li xwe miqate bin û pêşî li belavbûna koronavîrusa nû bigirin. Rêxistina tendurustiya cîhanê. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو طريق الحسكة.